أخي أحمد أيضا سأل عن قسوة القلب. يعني الله المستعان كلنا نشكو من ذلك، مع يعني إطلاق البصر وربما أيضا كثرة الكلام في غير فائدة وغير ذكر، أحيانا يعني يغطي على القلب، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين الله عز وجل أن الحجارة ربما انتفعت، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، ومن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالمقصود أن قسوة القلب هو مرض ينبغي للإنسان أن يحرص على إزالته. يزال بعدد من الأمور، منها طبعا، أو قبل أن أقول كيف يزال، علامات قسوة القلب متعددة، منها عدم البكاء من خشية الله، وأن تصبح العين جافة، منها أن القلب لا يتحرك مع آيات القرآن إذا قرأ، ولا يخشع في صلاته، وربما صلى وانتهى من صلاته ولا يدري كم صلى ولا يدري كم قرأ، منها أن القلب لا يحضر معه عند الدعاء لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عالج قلبه بالأدوية المناسبة رق قلبه في صلاته، ودمعت عينه عند دعائه، وحضر تفكيره وتدبر في قراءته للقرآن. فعلاج قسوة القلب يكون بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ليغان على قلبي، يعني يصيبني نوع من قسوة القلب. الإكثار من الاستغفار أيضا هو نافع. الصدقة، المسح على رأس اليتيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن يرق قلبك فامسح على رأس اليتيم. المسح على رأس اليتيم بلا شك أنه أيضا يساعد على رقة القلب وعلى إصلاحه. هذه الأمور بإذن الله تعالى إذا حصلت يحصل الإنسان رقة قلب بإذن الله تعالى.